تخيلي كده انك بتنهي السنة دي وانت حققتي كل اللي حلمتي بيه، من تنظيم وقتك مع الولاد وتحسين صحتك وحتى مشروعك الشخصي، ومن غير اي تعب زيادة. طيب تعرفي ايه السر؟ تغيير صغير قوي في نهاية كل سنة زي دلوقتي كده في نهاية 2025 بيعمل اختلاف كبير على مدار السنة كلها. انا هحكي لك ازاي عملت ده، لان المسؤوليات بتاعت الاطفال بتغرقنا قوي وبتخلينا مشغولين اغلب الايام ومرهقين، مش قادرين نقرب حتى الاهداف اللي احنا نفسنا نحققها. وعشان كده براجع في عقلي كده ايه اللي فعلا حققته في السنة اللي فاتت وايه اللي قدرت اوصل له، وفي نفس الوقت ببتدي اعرف ايه اللي انا نفسي اوصل له ونفسي احققه في اخر السنة الجاية. اكتر بقى حاجة ساعدتني خالص ان انا اوصل في الاهداف اللي انا فعلا عايزة اوصل لها هي المونثلي بلانر اللي قدامكم دي. هي رائعة جدا في ان انا كل شهر بكتب ايه اللي انا محتاجاه اعمله في الشهر ده، وابتدي اقسم المهام دي على الايام. كل خانة او كل مربع ده عبارة عن يوم بكتب فيه بقى البيبي ستيبس اللي انا محتاجة اوصل لها عشان اوصل للهدف بتاع الشهر، وده بيساعدني في الاخر اني احقق الهدف من السنة. الفكرة جايز تكون بالنسبة لك تبان صعبة، لكن حقيقي لما تجربيها هتلاقي ان هي ابسط مما تتخيلي، لانك لما بتبسطي المهمة الكبيرة وتجزئيها لمهام يومية صغيرة مش بتاخد وقت، حقيقي بتعملي بيبي ستيبس بتوصلك في الاخر للتارجت اللي انت نفسك فيه. ودايما افتكري ان اهم من حماس البدايات الاستمرارية للنهايات.